الكيكه اللي مستعده اعملها كل يوم من غير ما ازهق منها. كيكه النسكافيه او كيكه السبع معالق من احلى واسهل الكيكات اللي انتوا هتجربوها. دي بقى لكل عشاق كيكات النسكافيه، بجد طعمها يجنن كده وسهله قوي. الخلاط بقى هحط بيضتين وهحط عليهم معلقه كبيره من الفانيليا وسبع معالق كبار من السكر، معلقه كبيره ونص من النسكافيه. هزود بقى 7 معالق كبار من الزيت وسبع معالق كبار من اللبن، وهشغل الخلاط على اعلى سرعه وهضرب كل الكلام ده مع بعضه كويس جدا، وده بيكون القوام اللي انتوا هتشوفوه. حطهم في بوله بقى وهزود عليهم 7 معالق كبار من الدقيق، مهم جدا يكونوا مهرمين بالشكل ده، وبعد كده معلقه كبيره من البيكنج باودر ورشه من الملح. الخليط السائل مع الدقيق كويس جدا، ومجرد ما الدقيق يختفي هوقف بقى تقليب خلاص، وهحطها في صينيه مقاسها وسط. ما تقلقوش الكيكه حجمها مش قليل خالص، هديها خبطتين وادخلها فرن سخن على درجه حراره 180. الكريم شانتيه عليه معلقه صغيره من قهوه سريعه الذوبان ونص كوبايه من اللبن، وهنضربهم مع بعض كويس. معانا كريمه نسكافيه طعمها يجنن. الكيكه طبعا بعد ما خرجت من الفرن هسيبها تبرد تماما، وبعد كده هسقيها بكوبايه من اللبن وهسيبها كده لحد ما تتشرب. حاجه بقى احط كريمه القهوه وهوزعها كويس جدا، عملت بيها اي شكل عشوائي بالمعلقه بتاعتكم، وبعد كده بقى رشه كده من قهوه سريعه الذوبان من على الوش. اقول لكم بدون مبالغه مش هتاخد معاكم وقت اطلاقا، دخلوها التلاجة وكلوها ساقعه، طعمها بجد يجنن، دايبه ذوبان وطعمها في منتهى الروعه. لو جربتوها مره مش هتبطلوا تعملوها، جربوها ومستنيه رايكم.